زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. هنا حيث تكتب الأحداث بأقلام السلاطين ويزيف التاريخ ليرضي القوة، هنا تحت ثرى الشام يرقد رجل جعل القلم ميزانا وجعل السنة حاكمة على الرواية، إنه ابن كثير رحمه الله. ولد إسماعيل بن كثير سنة 700 للهجرة في بصرى الشام، ثم انتقل إلى دمشق فتفتحت مواهبه في محاضن العلم، تتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ المزي، فجمع بين قوة الدليل ونقد الرواية وسلامة المنهج. فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى. عندما تتكلم السنة في تفسير القرآن العظيم، لم يكن ابن كثير مجرد شارح، بل كان حاكما بين الأقوال، فجعل القرآن يفسر القرآن، ثم السنة، ثم أقوال الصحابة، فانضبط التفسير بالأثر. قال الإمام السيوطي رحمه الله: تفسير ابن كثير أحسن التفاسير بالأثر. في البداية والنهاية كتب ابن كثير التاريخ ليس كسجل بل كعبرة، ينقل ثم يحكم ويميز الصحيح من الضعيف ولا يسكت عن باطل. قال الإمام الذهبي رحمه الله: الإمام الحافظ المفسر المؤرخ صاحب التحقيق والأمانة. في كل الورى فلنا العقيدة تبعث الآمال. كان ابن كثير متواضعا سهل العشيرة قريبا من الطلاب. قال ابن حجر العسقلاني: كان ثقة كثير العلم حسن الخلق. توفي ابن كثير سنة 74 و700 للهجرة، ودفن في دمشق قرب شيخه ابن تيمية. مات ولم تمت كتبه ولم يصمت قلمه. تحت ثرى الشام يرقد رجل إذا ضاع التاريخ أعاد له العدل، وإذا التبس التفسير رده إلى السنة. سادة تحت ثرى الشام، والحمد لله رب العالمين. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى.